اليوم راح نحكي عن المثليين وعن عيدنا الكريم اللي صار نفس عيد الأضحى ونفس أي عيد بهذا الشهر. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو حابب أهني إخواننا المسلمين على وقفتهم ضد المثليين بشكل مو طبيعي. يعني صراحة ما شفت ولا واحد منكم طلع حكى تحكوا على اللي بيكفر، تحكوا على هدول، ولا طلعتوا عبرتوا هدول اللي قعدوا يفتكوا بالأرض. حتى بالسعودية راحوا على سفارة السعودية وهجموها على كلام مازن وعلى كلام كثير ناس. وين ما بتمشي هلا بلعبة برنامج، حتى بجي تي اي 5 اللي ولاد تلعبها 24 ساعة هي وفي الفورتنايت صارت تعمل للمثليين. يعني اليوم بتلاقي السيارة محطوط عليها علم الألوان طبيعي ولا ولدك، يعني بيكون الولد منتبه عليها بس انت المانك منتبه عليها يا عزيزي المتابع. اوكي يا شباب، بس قبل ما نبلش حطوا لايك ويلا نبلش. كل القصة ما فيها انه اليوم هذا شهر 6 واتوقع فات عيد المثليين. دقيقة لكم اي يوم عيد المثليين 2000 years later. يا شباب. عيد المثلي هو 17 الشهر، يعني قبل 3 ايام اللي فات اتوقع على حسب احصائيات جوجل. اوكي يا شباب، عدد المثليين صار كم دولة صارت تحتوي المثليين لحد الان؟ صار 132 دولة لازم تحتفل بعيد المثليين، ومعاهم منها دولة السعودية والعراق كمان. اخواننا العراق لا تزعلوا مني، ولكن العطوانيين عندكم كثير كثرانين، وانتم اخواننا السعوديين كمان. يعني واحد يكون متجوز وعنده 3 اولاد تلاقيه فايت لعند شاب على الخاص ويعطيه فلوس حتى يرسل له صورة لجسمه او لشيء ثاني، فهمانين علي؟ اوكي يا شباب، راح افهمكم كل القصه وليش الناس ما طلعت حكت عن هيدا الموضوع، او بتلاقوا بس واحد او اثنين. شباب، الناس تركض ورا الترند، يعني كل الناس عم تركض ورا الترند، ما عم تركض ورا الشيء اللي يرضي رب العالمين. يعني الواحد يقول لك انا اشوف الترند يطلع عندي الفيديو، اجمع فلوس، اخذ مصاري، اصير مشهور، الناس تحبني وهيك، واغطي على المثليه واغطي على كل شيء. لا حبيبي، عندنا جلد هون. واحد اسمه الصفصائي كمان طلع غلط، هو نفسه يعني صفصائي طلع غلط لانه صار عليه ترند، لقيت الناس كلها هجمت وحكت عليه. مع العلم انا كمان ما جبت مشاهدات، ولكن انا طلعت عليه لانه مو يهمني المشاهدات اصلا، ولا همني المشاهدات، ولا بيوم راح يهمني المشاهدات قد ما بيهمني انه الناس توعى عن هذا الشيء. اخواننا الشباب واخواننا البنات، اتمنى تركزوا معي، خاصين انتم اللي تتابعوا الكيبو وبتحبوا بي تي اس بشكل مبالغ فيه. اخواننا اللي بتحبوا بي تي اس، انتم صرتوا مو مجرد فان، انتم صرتوا عبيد. يعني مثلا يعني انا والله الحمد لله انا عندي محبه الناس، عندي 186 واحد الحمد لله، واشكر رب العالمين على هذا الشيء من عند رب. ان 600 كلهم يشوفون فيديوهات، بس في منهم يكونوا مشغولين او يرجع يشوفوا الفيديوهات، او اول واحد بيشترك قناتي يروح يشوف الفيديوهات كلها. شكرا لكم يا شباب، اقدر هذا الشيء. خلونا نرجع لموضوعنا للاسف. نفس الشيء مع بي تي اس، ولكن الفرق بيني وبينهم ان انا المتابعين يفوتوا يحطوا لايك، يكتبوا كومنت حلو ونفس وجههم، الله يسعدهم يا رب. لا انا ما فيهم يلا يا متابعيني اعبدوني وكونوا عبادة الشيطان وهي. نفس الشيء هدول يا شباب، صار خليكم تدور، وما خصنا عن العباده، ما بيأثر. بدك تعبد ان شاء الله تعبد كلب نفسك، ما عندي مشكله، ولكن لا تكن خرا تطلع عن النت. اي سوري على هذه الملافظ يا شباب، ولكن صارت كتير ترويج للمثليه عدا عن العباده. يعني انت اول ما تعبد شاب معناته انت جاي، يعني اكيد يا عزيز المتابع. لان اذا انت يعني انا اليوم كشاب اذا عبدت جون كوك، هذا ما بعرف شو اسمه، خرج جون كوك يعني طز هذا الاسم، يعني اذا طلعت عبدته معناته انا نفسي اعمل معاه ليلي. يعني اي ام سوري على هذا الكلام. الفيديو موجه للفئه اللي فوق 18، اتمنى اللي تحت 18 يطلع منه. اوكي يا شباب، فصار في عن كثير اشياء غلط. انا طلعت حكيت عن هذا الموضوع لانه شوي حساس، واعرف ان انا ممكن تتبلغ على قناتي وتقفل، ولا يهمني شباب لان قناه ثانيه بالوصف وانت راح تكملوا بالمعروض، صح؟ اوكي يا شباب، انا طلعت حكيت عن هذا الموضوع وحبيت اوعيكم شوي، واتمنى منكم حتى الالعاب صارت نفس ببجي، فورتنايت، فري فاير، ريفنت ايفل، هذه ما اعرف لعبه الرعب اللي يلعبوها، ساي بوي هذا اللي يركض ها ويركض هيك، فاهمين؟ حتى هدول صار كلهم بهذا الشهر كله ينزل عن الاعلانات. طيب هذا شو اسمه اللي كنا متوقعين منه خير وانه يدخل الاسلام وطلع شواذ اصلا. بيت مستر بيس صار يدعم الشواذ، يعني اكيد اللي يدعم شواذ اكيد هو مثلهم، ما يختلف شيء عنهم. راح تقول لي طيب يا علي انه عادي انا ادعمهم بس انا ما اصير مثلهم ولا احبهم. يا حبيبي يا حبيبي، يوم اول ما الصحابه حبوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، هم حبوه لانه صاروا يعبدوا ربنا يا محمد عليه الصلاه والسلام. اكيد ما حبوه هيك انه خلص نحن بنحبك بس ما بنعبد ربك، يعني بس هيك محبه. لا يا جماعه الخير، اللي تحبه راح تقتدي فيه. يعني اليوم انا احب بارتيوب، احب هذول كلهم ينصحون بصلاه، ولهم نكون صراحه الفيديو. اتمنى تكونوا وعيتوا من هذا الفيديو. والله انا مو هدفي المشاهدات ولا هدفي شيء، اتوقع الفيديو عندكم راح يوصل 4 أو 5 دقائق، ولكن انا اللي حبيت اطلع واصلع عن فكره انه راح تصير هذه الايام انه راح تنتشر بشكل مو طبيعي. طيب شو سبب المثليه؟ انا كنت راح انهي المقطع ولكن لا، انا حبيت اكمله. شو سبب الانتشار؟ سبب الانتشار يا عزيزي المتابع عند المسلمين هو سبب واحد، راح اعرف لك اياه بجمله او جملتين على ما اتوقع. يا عزيزي المتابع، نحن ولدنا مسلمين ولكن نحن لسنا مسلمين. لا تسالني انت كافر يعني، لا حبيبي، انا
ومتابعيني اكيد كلنا قرآنين عن دين الاسلام وعارفين دين الاسلام لوين بيودي ولوين كيف ولوين بيجيب وكل شيء. لكن يا جماعه الخير سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان مسلم تمام، اللي يعني كده لحد ما وصل الجيل لعنا. انا بلخص لكم اياها شويه، لحد ما وصل الجيل لعنا، يعني بس وصل الجيل لعنا صارت الناس هين بالدين. ويوم السعوديه استقبلت اكبر عالم الحاد فيها، راح فرجيكم هذا الفيديو. اتوقع انه بعد هذا الفيديو ما احسن ندخل على السعوديه. فعلا الفترة الأخيرة إنه في ناس بدأوا يطلعوا يقولوا والله السعودية ما عاد فيها محاضرات دينية وما تحترم العلماء وتاخذ المشايخ ترميهم في السجون. اخس عليكم، اتق الله ولا تفتري على حكومتنا الرشيدة يا رجل. تفرجوا على هذا العالم الجليل اللي استقبلته حكومتنا الرشيدة في المطار. بالله ما عرفتوا هذا مين؟ هذا العالم الجليل المفكر اللي يصنف من كبار العلماء في الإلحاد. اي والله انه هذا ملحد، وقاموا له المحاضرات في مدينة جدة والطائف حتى يسيء للدين الإسلامي ويسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. من مصدقني صح؟ يجب أن يتحول الإسلام إلى دين فردي لا دين جماعي. دون ذلك يستحيل التقدم. الإسلام اليوم لا عقل فيه، إسلام بلا ثقافة، والإلحاد خطوة أساسية في التحول الاجتماعي والثقافي. يا اخواني هذول هم العلماء الشرفاء اللي تحترمهم حكومتنا. اوكي يا شباب، مثل ما شفت بايكو هذا حكى كل الملخص. والله انا من اكثر الناس اللي احبها اعرف رح يجيني هجوم على هذا الفيديو. حتى السعوديه صارت تدعم الالحاد وصارت تدعم المثليه. اكيد اللي يدعم الالحاد اكيد رح يدعم المثليه، ان شاء الله تقعد تتكلم يعني. اوكي يا شباب، حبيت اوصلكم الفكره مثل ما هي، والى هون نكون وصلنا هذا الفيديو. اتمنى عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، ويلا بيس.